اكو اعمق من هذه، يعني اعتقد ان الاطار التنسيقي لن يتنازل عن ترشيح السيد المالكي كمرشح وحيد للمرحله القادمه. يعني الاطار بس الاعمار والتنميه انسحب بشكل مو رسمي. لا انا بشكل مو رسمي. لا انا منين اخذ مجسات استاذي؟ لا انا ما اخذ مجسات. لا انا اخذ معلومه. بهاء الأعرجي منين؟ لا المتحدث باسم رئيس كتله الاعمار والتنميه النيابيه. تحدث كثيرا السيد بهاء الأعرجي في مواقف كثيره. يعني الاعمار والتنميه ما تراجع حتى ما ارجع لموقف السيد بهاء ابدا. الاعمار والتنميه داعم الى السيد المالكي، والاطار داعم للسيد المالكي. ست بتول، اي ما انا بدك تاكد لي فيها. اذا الاطار اراد، عفوا الاعمار والتنميه اراد ان يعني يغير موقفه من السيد المالكي لصالح من؟ بالتاكيد لصالح السوداني. اي صح لو لا؟ وقيل انه السيد السوداني سيعود مجددا للرئاسه. اذا وان الحكومه داعمه لذلك. اذا الاخوه في الاطار، والسيد خالد يعلم بهذه المعلومه، انه قالوا له شخصيا انت بتنازلك يعني لا يحق لك ان تعود مره اخرى. اذا علما